أنا مش من الناس اللي بتحب الحفلات. أصلي شخص انطوائي وعندي رهاب اجتماعي، ودي كانت مشكلة خصوصاً في الوقت ده من السنة. الحفلات كانت بتخلص والشوارع كانت أغلبها فاضية، وبيتنا ما كانش مختلف. مادي وكي كانوا خرجوا بدري ورجعوا متأخر حوالي الساعة 1:30 الصبح. ضحكتهم كانت عالية ومسموعة. زانا وإيتان رجعوا بعدها بشوية. أصواتهم كانت مختلطة بصوت التلفزيون اللي شغال فوق. أنا كنت قاعد تحت مستخبي في أوضتي الصغيرة، بقلب في التليفون وبحاول أتجاهل الدنيا اللي حواليا. حوالي الساعة 2 الصبح البيت كله كان ساكت. الموضوع ما كانش غريب، كل واحد فينا كان ليه روتينه. كنت فاكر إني هغمض عيني وأغرق في النوم، لكن فجأة سمعت صوت كسر الهدوء، صوت مكتوم وبعده صوت تاني. اتجمدت في مكاني، حواسي كانت مشدودة. الصوت ما كانش حد اتكعبل أو وقع منه حاجة، ده كان تقيل، مقصود. ريقي نشف، يمكن يكون مفيش حاجة. حاولت أطمن نفسي، بس مع ذلك قلبي كان متشنج وأنا قايم أشوف في إيه. أقنعت نفسي إني بس عطشان، لكن وأنا بفتح باب أوضتي حسيت إن الجو غريب، تقيل وسقع، كأن البيت فيه حد غريب. مشيت على أطراف صوابعي ناحية المطبخ، ماشي رجلي حافية مش عامل صوت على الأرض الخشب. وهنا شفته. في الأول افتكرته إيثان لأنه كان نفس الجسم تقريباً، أكتاف عريضة وطول متوسط. لكن بعد كده لاحظت القناع، أسود ناعم بدون أي ملامح. نفسي وقف، كان بيتحرك ببطء، بخطوات محسوبة، ومعاه سكينة طويلة بتلمع في إيده. نور القمر الخفيف اللي داخل من الشباك اتعكس على السكينة، خلتها تلمع زي أكنها ناب. استخبيت ورا رخامة المطبخ، قلبي بيدق بسرعة لدرجة إني كنت متأكد إنه ممكن يسمعه. بصيت بحذر من فوق الرخامة، شفته وهو داخل أوضة مادي. الباب قفل وراه بصوت خفيف. استنيت، جسمي كان متيبس من الخوف. اللحظات كانت بتمر ببطء شديد، وبعدين سمعت الصوت، همهمة مكتومة، وبعدها صمت تام. بطني اتقلبت لما طلع تاني. السكينة في إيده كانت بتنقط سائل غامق على الأرض. ما وقفش، كمل طريقه ناحية الأوضة بتاعت كاي. كنت عايز أصرخ، أتحرك، أعمل أي حاجة، لكن جسمي كان رافض يتحرك. كل اللي قدرت أعمله إني أتفرج. خرج تاني من أوضة كاي، خطواته كانت هادية وثابتة، كأنها مش أول مرة ليه. السكينة بقت مليانة دم دلوقتي، قطراتها كانت بتسيب وراها أثر على الأرض بشكل مرعب. حسيت إن صدري هيتهد لما لف ناحية الأوضة بتاعت زانا وإيثان. زحفت بسرعة ناحية السلم، بدور على أي مكان أستخبى فيه. إيديا كانت بتترعش وأنا بستخبى ورا فازة طويلة، زانق نفسي في الحيطة وبدعي إنه ما ياخدش باله مني. من فتحة صغيرة في الباب شفته وهو بيدخل أوضتهم. سمعت صوت زانا: أنت بتعمل إيه؟ كان صوتها بيترعش. إيتان اتحرك، صوته كان نعسان بالكاد مسموع. الراجل مردش، هجم على طول، والسكينة غرست في صدر إيثان بصوت تكسير بشع. زانا صرخت، لكن الصوت اتقطع. صوت صرختها اتحول لأنين مكتوم. دمها كان بيتطرطش على الحيطة. غطيت بقي بإيديا، دموعي نازلة بغزارة وأنا بحاول ما أطلعش صوت. جسمي كله كان بيترعش وأنا بدعي إنه ما يسمعنيش. وبعدين وقف. اللحظة دي الوقت وقف فيها. راسه اتحركت، عينه الباردة والفارغة بتمسح الطرقة. قلبي كان بيدق بسرعة لدرجة إني حسيت إنه صدري هينفجر. خد خطوة ناحية الفازة. حبست نفسي، صدري كان بيولع، عيني بدأت تزغلل. لكن فجأة قرر إني مش حاجة تستاهل أضيع وقته. لف ومشي. صوت خطواته بدأ يتلاشى في الضلمة. فضلت متجمد في مكاني، ملفوف على نفسي ورا الفازة، لحد ما أخيراً نور الشمس دخل من الشبابيك. جسمي كله كان بيوجعني، ريقي ناشف، ودماغي كانت متدمرة. وأنا ماشي دايخ برا أوضتي، حسيت إني كنت في كابوس. البيت كان مليان شرطة، الريحة كانت صعبة، خليط من نحاس ومطهر، شريط أصفر في كل حتة، الضباط رايحين جايين. واحد فيهم لاحظني، سألني أنا مين. رديت بحاجة مش مفهومة. خدوني برا. عملوني كاني طفل تايه. قعدت على الرصيف، ببص حواليا ودماغي فاضية، والدنيا حواليا فوضى. سمعت شوية كلام متقطع، مفيش بصمات، مفيش علامات اقتحام. 4 أرواح راحت في لحظة، ومحدش كان فاهم ليه. أسابيع عدت، والجامعة كانت مليانة خوف. الإعلام كان زي النسور، بيخترع نظريات ويدور على متهمين. وفي ديسمبر
قبضوا على براين كوبرجر، طالب دكتوراه في علم الجريمة. الصدمة خلت بطني توجعني. عربيته كانت موجودة جنب البيت في الليلة دي، والدي ان ايه بتاعه كان متطابق مع جراب السكينة اللي اترمى وراه. لكن ولا حاجة من ده مسحت الرعب اللي جوايا. لحد دلوقتي مش بقدر أقفل عيني من غير ما أشوف العيون الفارغة دي وهي باصة ليا. قضية قتل أيداهو بتدور حوالين مقتل 4 طلاب من جامعة أيداهو: كايلي جون كالفيس، ماديسون موغان، زانا كرنودل، وإيثان شابين، اللي اتطعنوا بوحشية في بيتهم اللي خارج الحرم الجامعي في موسكو، أيداهو، يوم 13 نوفمبر 2022. صدمة الجريمة خلت المدينة الجامعية الصغيرة في حالة رعب. بعد أسابيع من التحقيق، الشرطة قبضت على براين كوبرجر، طالب دكتوراه في علم الجريمة بجامعة واشنطن، في ديسمبر 2022. أدلة الدي إن إيه، فيديوهات المراقبة، وبيانات الموبايل كلها ربطته بالجريمة. القضية اللي لسه شغالة في 2025 شدت انتباه البلد كلها بسبب بشاعتها والإجراءات القانونية اللي لسه مستمرة. وفي النهاية، شكراً لمشاهدتكم القصة كاملة. أشوفكم في رعب جديد.